السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي معانا كده في أول الفيديو عشان ربنا يفتحها علينا جميعا. كومنت جالي وجع قلبي جدا جدا. واحد بعتلي: مفيش حد بيعايرني بمرضي غير أمي، ودايما بتقولي يا عبيط. بجد كومنت وجع قلبي قوي، معرفتش ارد عليه غير اني مامتك بتحبك وانت عوض ربنا ليها. بس بجد هو في فعلا امهات كده، حتى لو الام بتقول لابنها كده وهي ممكن ما تكونش حاطه في دماغها ابدا ابدا ان هو ممكن يكون بيزعل وبيتاثر. بتقولها بصفو نيه او بتقولها بعفويه، بس هو عنده مرض وعنده علة. ما ينفعش ندوس على العلة يا جماعة ونكلم ولادنا بالطريقة ديت وما نحسش بيهم وما نحسش بوجعتهم، وان احنا كده بنوجعهم وكل شوية بندوس على الدمل، كل شوية ندوس على الدمل. ومفيش غير امي اللي بتقولي كده. يعني كومنت بجد حزين. امي مش بتحبني ودايما بتقولي يا عبيط وبتعايرني بمرضي. بجد حاجة محزنة ومؤلمة قوي. بجد يعني لما دخلت على صفحة اللي بعت الكومنت لقيته يعني زي ما يكون هو عنده إعاقة مثلا، فهي بتعايره بيها. فأنا عايزة أقول لك وأوجه لك رسالة، أقول لك ما تزعلش، ما تحزنش. احنا كلنا بنحبك وكلنا حواليك، واكيد مامتك والله العظيم بتحبك. ومفيش ابدا تعاير ابنها ولا تكره ابنها ابدا ابدا. وانا عملت الفيديو ده عشانك مخصوص، وعشان اوجه لك رسالة: اوعى تزعل. ربنا ميزك عن كل البشر، واكيد ربنا له حكمة في كده، وله في ذلك حكمة في كده. فاكيد ما تزعلش وما تحطش في دماغك ابدا. والناس كلها بتحبك، انت عندك اصدقاء كتير قوي في الصفحة بتاعتك وكلهم بيحبوك وكلهم بيبعتولك وبيكلموك اكيد. وانا تحت امرك في اي حاجة عايز تقولي عليها ولا عايز تبعتلي، انا تحت امرك. وبتمنى ان انت ما تكونش زعلان، وانا عملت الفيديو ده علشانك. وما تزعلش من مامتك، اوعى تزعل ابدا. مامتك بتحبك، واي ام اكيد بتحب ابنها او بتحب بنتها. بيجيلي كتير قوي بردك بنات: ماما مش بتحبني وبتقولي امتى بقى تغوري من وشي وانت زهقتيني وامتى تتجوزي والله يكون في عون اللي هياخدك. والبنات يا جماعة بتتأثر جدا جدا بالكلام ده من مامتهم. يا جماعة ده كلام امهات الطبيعي، يعني لو الام ما قالتش كده ما تبقاش ام. هي دي الام المصرية، ده كلامها. فمش عايزة بنات الشيطان يلعب في دماغها ويحسسهم ان امهاتهم وابوهم ما بيحبهمش. لا، ده شغل شيطان. الشيطان عايزك تتنمرد على كلام امك، وتتنمرد على عيشة امك، وتبقى مش حابب الكلام معاها، وتبقى بتزعق فيها وشايفها ان هي مش بتحبك. كل ده شغل الشيطان والله، بيدخل ما بين الابناء وما بين الامهات. لكن مفيش ابدا حتى بتدعي على ابنها وبيبقى من قلبها. يعني لو حد تاني دعا بتكرهه وبتبقى خلاص قطعته ومش عايز تتعامل معاه تاني، عشان هي بتدعي وبتقول في نفس الوقت يا رب ما تقبلش مني ابدا كل اللي انا بقوله دوت. فاكيد الامهات يعني آه، بتحب ولادها لدرجة محدش يتخيلها، وحب بدون أي مصلحة وبدون أي منفعة. ولما بتحبك ما بتبقاش مستنية منك حاجة، دي هي بتحبك كده، دي فطرة. وانت لازم هتحب امك برضو بالفطرة. مهما تعمل فيك فانت هتكون بتحبها، مهما تعمل فيك انت عمرك ما هتزعل منها. فبقول لكل بنت ولكل ابن يعني ما تزعلش. كبر دماغك كده وخلي الغل والحقد للناس اللي بتغل وبتحقد منك، مش لمامتك وباباك ابدا ابدا. وفي نهاية الفيديو بقول لكل يعني راعي شعور ولادك شوية، حتى لو انت ده اسلوبك او انت بتتكلمي كده، لا راعي اسلوبك شوية مع ولادك. ولادك حساسين جدا
ولادك بيبقوا عايزين الكلمة الحلوة بدل الكلمة الوحشة، هتفرق في حياتهم كتير جدا وفي نفسيتهم طبعا. واكيد انتي بتحسي بالكلمة التقيلة، وياريت لو اي ام تقول كلام تقيل لولادها ترجع وتقول لهم حقكم عليا وما تزعلوش، عشان تعرفهم برضو لما هم يغلطوا مع حد يجوا يتأسفوا ويقولوا حقك عليا ما تزعلش. فأتمنى يا رب ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم، واستودعتكم في رعاية الله وأمنه في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.